اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه رأيكم في الجمال ده؟ من احلى الاكلات اللي بتدفي في الشتاء هي شوربة العدس. راح نعملوها بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. ما شاء الله عليها، قوامها جميل جدا، طعمها لذيذ خالص، تحفة بجد، ومغذية وجميلة جدا وبتدفي في الشتاء. يلا بينا نشوف شوربة العدس بتاعتنا بطريقة جميلة جدا وهتعجبك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. مكونات شوربة العدس مكونات جميلة جدا هتعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعت البطاطس طبعا وقطعت الجزر زي ما انتم شايفين، مقطعاه قطع صغيرة مكعبات، وغسلها حلو، وكنت نقعها بشوية مية عشان البطاطس ما تحمرش معانا. ومعانا كرفس، ومعانا كوباية عدس بس، مفيش غيرها، يعني اقل من ربع كيلو. معايا 2 من مرقة، معايا بصلاية صغيرة، معايا ليمونة. ولو متوفر عندك الكرات ممكن تحطي راس كراتة تحطيها في شوربة العدس، بتدي طعم جميل جدا. لو مش متوفر عندك الكرات ممكن تحطي بصلاية صغيرة، وممكن تحطي فصين من الثوم. وديت يا جماعة مكونات شوربة العدس، مكونات جميلة جدا زي ما انتم شايفين، من الأكلات الجميلة. وحطينا حلة على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، بحط الجزر والبطاطس، وبعد كده غسلت العدس حلو وحطه. كل حاجة احطها في الحلة تتسلق حلو وتستوى معانا. ومعايا المرقة، ومعايا الكرفس، ومعايا البصلة، وفصين من الثوم. احط البهارات، فلفل وكمون وكزبرة ناشفة، كنت انا عاملاها خلطة مع بعضها، ومعلقة صغيرة من الملح عشان تدي طعم جميل جدا. واسيب كل حاجة تستوى واغطي عليها، ومن ان شاء الله تستوى كل حاجة مع بعضها ارجع لكم تاني ونشوف نعمله ايه في شوربة العدس. شوربة العدس على كده بدأت تستوى معانا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، جميلة جدا وريحتها تحفة بجد. طبعا انا استوت معايا شوربة العدس، يعني ممكن تاخد معايا دقايق بسيطة تاني واطفي عليها. واستوت معانا شوربة العدس وضربتها في الخلاط زي ما انتم شايفين، وبتغلي معانا. اهم حاجة منك كده تضربها في الخلاط وتحطيها في الحلة، ما تغطيش عليها خالص عشان دي بتفور يا جماعة. وبعد ما على كده خلصنا شوربة العدس وسايبينها تغلي، طعمها جميل جدا. هي طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، انا بدوقها عشان لو محتاجين ملح محتاجين بهارات احط لها. راح احط لها معلقة زبدة، لو حابة انتي تحطي سمنة حطي حسب اختيارك، واعصر عليها ليمونة او ليمونتين. ما شاء الله هي جاهزة على كده للغرف، وبألف هنا وشفا على اللي بياكل منيها. واتسبكت حلو معانا وغليت وما شاء الله عليها بجد. اعصر عليها ليمونتين، ولو حابة انتي تحطي الليمون قدام اللي بياكل وهو براحته يعصر حطي. وحطينا فيها معلقة زبدة، وخلاص على كده شوربة العدس يا جماعة خلصت معايا. يا رب يكون عجبتكم وصفتنا. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضل الله يسأل أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.